السلام عليكم ورحمة الله أيها المتابعين والمتتبعات، ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي نهضر فيه على موضوع ديال الحلاقة. هذا الموضوع ديما تنتوصلوا بأسئلة من عند الإخوان، يا إما كاينين ديجا هنايا في أمريكا يلا جداد، أو لا مقبلين على الهجرة. والتساؤلات ديالهم تكون عن طريق إما على الواتساب في الجروب اللي عندنا، أو لا تيكون في اللايف من الأخ عمر ديال اللايف وتنشارك معاه تيسولوا هذا السؤال ديال الحلاقه. داكشي علاش قررت ندير واحد البحث باش نعطيكم معلومات على شنو هي الشروط ديالها، ماشي غير في بعض الولايات، في الولايات كاملين تقريبا، باش تكون واحد الصوره واضحه. الحاجه اللي بغيت نقولها للناس ان الحرف هنايا كلها مقننه، ما كاينش الممارسات ديال شي حرفه عشوائيا، وكلها مقننه في اطار كيف ما تيقولوا ستيت بورد اوف باربرز، من هذه الناحيه اللي تنهضروا عليها ديال الحلاقه، اللي هي هيئه ديال الحلاقين ديال الحجامه. كيف ما حنا في المغرب كاين مثلا هيئه النجارين ولا هيئه المحاميين، وهذا هنايا كاين كاع المهن كلهم عندهم يعني تقريبا بدون استثناء غادي تكون شي هيئه اللي تتنظم وتتسير هذا المجال باش يكون في قانوني، لان تتعامل مع الناس يقدروا يوقعوا مشاكل، والى خليتها الفوضى ما كاينش قانون، راه كيما الا وقعت شي حاجه ما تقدرش تتابع شي حد او لا تطلب منه يرد لك الحق ديالك. وبالنسبه اللي تيمارس المهنه تيكون عنده حتى هو الحقوق ديالو والواجبات اللي تكون محفوظه. على العموم نبداو باول حاجه اللي بعض المرات تيسولوا تيقول واش باش ندير الحلقه واش خصني مثلا الباك ولا بلا باك. الخريطه الاولى اللي تتشوفوا هنا اللي فيها الكري والليموني تتقول اللي بالكري هادو الولايات اللي ما تيطلبوش تكون عندك الباك باش تدفع انك دير الحلاقه. مثلا اريزونا هنايا الولايه ديالنا ماشي ضروري يكون عندك no degree required، يعني ماشي ضروري يكون عندك شي دبلوم مسبق باش دير الحلاقه. بعض الولايات بحال مثلا لويزيانا هذه هنايا، اولا كنتاكي ولا ويست فيرجينيا ولا نيو جيرسي اللي انا بزاف ديال المغاربه كاينين تماك، نيو جيرسي تيطلبوا تكون عندك الباك اولا بما يعادل الباك، كما نقول الباك حر ديالنا ما عندهم سميتو GED. هادو ضروري يكون بحال الولايات اللي عاد قلتهم دابا بالليموني ضروري يكون عندك الباك باش تقدم دير هاد المهنه ولا الحرفه اللي هي حرفه مزيانه تتمشى هنا في ميريكان والناس يديروا مزيان فيها. الشرط الثاني او المساله الثانيه اللي خصنا نعرفوها هي واش قبل ما دير هاد الحرفه واش ضروري خصك دوز امتحان نورمالمون تيكون كتابي وتطبيقي، امتحان ديال الحلاقه طبيعه الحال. هنا كاين ثلاثه الالوان في هذه الخريطه، كاين الزرق، كاين هذا اللي نقولوا الليموني، والصفر. بالنسبه للصفر يعني تتطلب جوج انواع ديال الامتحانات، بمعنى كيف ما قلت يكون كتابي وتطبيقي. بحال مثلا اريزونا، انا نعطي جوج امثال هنايا باريزونا لان الولايه ديالي فين ساكن انايا، والولايه الاخرى نقول هي ماساتشوست اللي فين بوسطن كاينه بوسطن، لان بزاف ديال المغاربه كاينين تماك. وكان يلاه وصلني واحد السؤال على هذا من واحد الاخ والحمد لله كنتوفقنا وعطينا هذه الاجابه. بالنسبه لاريزونا هنايا صفر، يعني جوج امتحانات اللي هي كتابي وتطبيقي عملي براتيك، وهذوك بجوجهم تديرهم غير في بارورديناتور. في التطبيقي واخا هو تطبيقي غيكون غير في الاورديناتور، غادي يجيبوا لك شي سيد تحسن له. وبالنسبه حتى الماساتشوست اللي هي هاد الصغيره هنايا هذه حتى هي حيت بالصفر خصها جوج ديال الامتحانات هما عندهم تطبيقي وكتابي. بالنسبه للولايات اللي بالزرق بحال مثلا هذه نيويورك، ولايه نيويورك عندها examination 1 required only one examination، يعني تطلب غير امتحان واحد. وبالنسبه للولايات اللي عندهم الاورانج هنايا تطلب ثلاثه. باش نكونوا واضحين ما درتش بحث يعني مدقق على هذه الولايات كاملين، لان غادي كاينه 50 ولايه غيكون بزاف، داكشي علاش اختاريت جوج. الولايه ديالي اريزونا
والولايه ديال ماساتشوست. على العموم حنا دابا شفنا ليكزاميناسيون ضروري كيف ما كان الحال ضروري خصك دوز شي امتحان. هادشي المبتغى من هاد الخريطات هنايا في هذا المجال ضروري يا اما واحد يا اما جوج يا اما ثلاثه على حسب الولايه. هنايا الشرط الثاني اللي هو واش تطلب دير مثلا شي دراسه او لا خص تكون عندك اكسبيريونس زائد دراسه او لا شنو المبتغى منه. هذه غالبا في تقريبا كاع الولايات تطلبوا يكون عندك واحد اما قاري في مدرسه الحلاقه وعدد السوايع. اقل عدد السوايع كاين هي القليله من 800 ساعه حتى 1000 ساعه اللي بهذا اللون اللي كاين تركوا. ها هو مثلا ماساتشوست نرجع لها هذه تتطلب 100000 ساعه ديال اما تدريب او لا تكون قارئ في مدرسه الحلاقه. 100 ساعه اللي هي تقريبا تجي واحد 6 شهور. وبالنسبه لاريزونا هنايا تطلبوا اذا كنتي جديد مازال ما عندك حتى شي حاجه 1500 ساعه، يعني فيها هذا الشرط هذا عندهم زايد. وكل ولايه اعلى وحده كاينه ما بين 1800 حتى 2100 اللي هي عام و20 ساعه تقريبا ديال اللي خاصك باش يكون عندك ديال الدراسه. كاين هنا انديانا وواشنطن ستيت، هاد الجوج بعدا هما اللي باينين كبار هنايا. ضروري يكون دير ما بين 800 و 2100 ديال السوايع ديال الدراسه. الشرط الاخر هو كاين ملي تدير، وهذه كاينه في كاع المهن الحره تقريبا، كاين بعض المهن ضروري خصك دير كما تسموها continuing education، يعني تحيين ضروري تدير شي تسويعات باش تبقى ديما في النيفو ديال اذا كانت حاجه جديده ولا تكون ديما على درايه بما كاين في ديك اللي تسميوها المهنه ديالك ولا الحرفه. بالنسبه للحلاقه من تنشوفوا هنايا الزرق ما كاين شيء، ما تطلبوا حتى شي حاجه. يعني مثلا ولايه ماساتشوست ما عندك علاش اون فوا تيعطيوك ديك السيرتيفيكا انك ممكن تبدا تحسن العباد الله، ما شي ضروري تمشي دير شي قرايه شي ساعه ولا ساعتين باش تخلي مثلا النيفو ديالك ديما من ناحيه المعرفه ومن ناحيه المعلومات يكون فيه تحيين، يعني اب تو ديت كيف ما تسميوه. نفس الشيء بالنسبه لاريزونا واغلب الولايات كاملين كيف ما قلت هنا ما مطلوبينش اناس سوايع من غير هاد ثلاثه ديال الولايات اللي هنايا اللي هي ويست فيرجينيا خاص طالبين خاص دير 8 ديال السوايع ديال الدراسه الكونتينيو ايديوكيشن يعني الدراسه الزايده في كل عامين. ويسكونسن خاصها 4 ديال السوايع دايرين في كل عامين. وانديانا عندها 3 السوايع. هذا حافظ الجغرافيه. على العموم كيف ما تشوفوا من الناحيه ديال التدريب او الاكسبيريونس كاع الولايات طالبين شي حاجه، يعني خصك تشوف اين ولايه انت فيها وشنو هي المتطلبات. بالنسبه بعد ما تيعطيوك السيرتيفيكا 3 ديال الولايات اللي تيطلبوا انك خصك دير شي سويعات من مورا هادشي. الامر الاخر اللي خصك تعرفوا اخي المتتبع اختي المتتبعه هو واش غتخلص على هذيك اللايسنسين كما تسميوها اللي هي ملي تيعطيوك ديك الورقه ديال لوتوريزاسيون واش تخلص عليها ولا لا. كلشي تتخلص عليه، يعني هو كاين اللي تخلص عليه اقل واحد هو 10 ديال الدولار في بنسلفانيا، والاكبر واحد هو 350 دولار في الاسكا. وقيلا حتى تبقى تحسن الدب القطبي داكشي غاليه. ولكن بلا او موين كيف ما هنا دايرين بالنسبه للصعيد الوطني هو واحد 70 دولار فاصله 55، يعني هكا غادي تشوف. من غير هنا كولورادو دايرين زيرو ما تتخلص شيء، ولكن غالبا غتكون تتخلص الناس اللي تيدوزوا لك شي حاجه مثلا في الامتحان ولا. على العموم كاين الخلاص من غير كولورادو ولا الاسكا هي ما تمشي ليهاش، هذا غالي فيها الثلج وفيها هاد لي فري غاليين. ومنين تشد لوتوريزاسيون ولا الترخيص باش تبدا الحلاقه تتكون عنده مده الصلاحيه.
ضروري خصك تجددها، باش تجددها ضروري خصك تخلص. بالنسبه للتجديد كيف ما شفتوا قلنا حنايا هنا بنسلفانيا اغلى وحده خصها تطلب باش تجدد هي $109. قلنا بنسلفانيا تعطوك 10، هذه غير في البدايه ملي انت يلاه خديتي امتحان ودفعتي الطلب ديالك وغادي يعطيوك في الاول 10 ديال الدولار باش تخلص. ولكن ملي تجي دير التجديد تيشدوك تخلص واحد $109. لا موين غتخلصها كما نقولوا اول علاج واحد $85 على حسب الولايه. كاين الولايه اللي هابطه اللي هي انديانا ونيويورك تيخلصوا ملي تبغي تجدد تخلصي $20، ولكن الاغلبيه تتخلص مثلا كما نقولوا واحد 78 حتى 85. وكاين اللي مثلا التجديد كاين اللي تيقول لك كل سنه كل سنتين على حسب هذاك طبيعه الحال. ملي تعطيوك لوتوريزاسيون ديالك تعطيوك فيها هذا لا دات ديكسبيراسيون، يعني وقتاش مده الصلاحيه تسالي. وكيف ما قلت لكم كل ولايه عندها الهيئه ديالها، وهادو اللي تشوفوا هنا واخا ما باينينش مزيان هادو اللي السيت ديالهم، وانا غادي نخلي لي لين ديال كل وحده في هنايا لتحت في الديسكريبشن باش تكون لكم الافاده، باش اللي بغى يعرف يمشي غير يكليكي على لو لين وغادي يعطيه المعلومات شنو هما المدارس اللي خصو يمشي لهم، لان المدارس ضروري خصهم يكونوا اوتوريزي ولا تيكونوا معترفين بهم في ذاك الولايه، تتكون فيهم لا ليست في هذا السيت ويب. باش تدير الطلب في هذه السيت ويب اغلبيتهم كاملين دايرين اونلاين، تدفع المسائل ديالك كلهم اونلاين. النقطه اللي بغيت نقولها ونعطي بها مثل اريزونا وماساتشوست هي اللي نفرض شي واحد في المغرب داير الحلقه مثلا دراسه الحلقه او لا خدم كحلاق في المغرب وجا لهنايا وجاب مع مثلا لاتيستاسيون ديال الخدمه اللي كيخدمها تماك مثلا يعطيوها له، هذا واش ممكن يدير لها تحويل هنايا. ممكن غير هي مثلا نبداو باريزونا. لنفرض جبتي مثلا عندك شهاده ديال مثلا النجاح في المدرسه ديال الحلقه في المغرب، او لا كنتي خدمتي جبتي اتيستاسيون دو طرافاي، تتعطيها كما نقولوا الهيئه هنايا وتيشوفوا تقول لك واش ممكن دير الحلقه. الا كان ممكن من بعد خصك ضروري دير واحد السوايع ديال القرايه اللي 350 ساعه. عقلتو كنت قلت لكم هي 1500 المتطلبات ديال اريزونا، ولكن الا جبتي مثلا ديجا جبتي عندك الاكسبيريونس وقال لك صافي راه مزيانه شافوا درسوا هذه غادي دير غير 350. كيفاش غادي يدرسوا ديك الشهاده ديالك او لا ديك شهاده المدرسه او العمل؟ كاين واحد جمعيه ماشي جمعيه، واحد المؤسسه تدير ليكيفالونس ديال هاد المهن بحال هكا، كاينه في اريزونا معترف بها هنا في اريزونا، ما عرفتش انا واش معترفين بها في ولايات اخرى. هذيك تتصل بهم وتتعطيهم الشهاده ديالك وتتخلص طبيعه الحال وتيديروا لك ليكيفالونس تيشوفوا، وبديك النتيجه اللي تيشوفوها المجلس تيشوف واش تقدر انت تدير الحلقه هنايا، ولا قالوا عطاوك الموافقه خاصك دير 350 ساعه ديال الدراسه هنا في واحده من دوك المؤسسات اللي معترف بها، ودوز امتحانات بجوج وعاد يعطوك لوتوريزاسيون. بالنسبه لماساتشوست شويه مسهلينها، بمعنى الا نفرض عندك الشهاده او لا خدمه في سميتو في المغرب الاكسبيريونس، في لو سيت ديالهم عندهم واحد الفورمولا خصو يعمروا مثلا المدرسه ديالك اللي في المغرب او لا المشغل اللي كان عندك في المغرب تيعمروا وتتليغاليزيه هذاك، واذا كان عندك شي وثائق اخرى حتى هي تجيبها مترجمه وتدفعها ليهم، وتيكون خص داكشي بالديتاي، يعني خصك تبين لهم انك قريتي ديك 1000 ساعه او لا خدمتي ديك عامين تنظن الا بقيت عاقل. ومن تدفع هذيك تيسمحوا لك في الاكسبيريونس او في الدراسه، ولكن خصك ضروري دوز امتحان كتابي والبراتيك العملي وتدفع المصاريف. يعني كيف ما كان الحال جيتي من المغرب وعندك الاكسبيريونس مزيانه، واش غادي ما تخلص حتى شي حاجه؟ هذه ما نظنش غتكون ضروري غادي تخلص شي حاجه. من ناحيه الدراسه واش خصك تزيد تقرا شي حاجه في دراسه الحلقه؟ غتكون على حسب الولايه. كيف ما قلت لكم هاد لي ليان اللي دايرهم انا هنا غادي نحطهم في
في الديسكريبشن ديال هذا الفيديو باش يكون عندكم المعلومه واجده وعلى الرهن الاشاره. نشكركم على حسن التتبع. إذا عجبكم هذا الفيديو ديروا بارطاج. كاين الناس اللي مهتمين بهذا الميدان وهذا المجال، بارطاجوا معاهم هذه المعلومات، وما تنساوش ديروا سبسكرايب وتفعلوا الجرس. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. نعم.